السلام عليكم اعزائي المشاهدين وحلقه جديده من يا ابن اللعيبه. معلش بقى صوت الواحد رايح خالص من الماتش، بس النهارده بقى ومباراه للتاريخ للنادي الاهلي زعيم القاره زي ما بيقولوا، طبعا بابا الشغلانه بقى في اللعبه دي. فلا النهارده الصراحه الواحد يرجع له روحه تاني باداء ولا اروع من النادي الاهلي، وروح الفانيلا الحمراء كمان بترجع للعيبه، وتحس ان اللعيبه يعني خدت السف والتقليل من الاعلام السعودي دايما ان الفرقه الاتحاد السعودي فرقه اقوى، فاكرين ان هم بيلعبوا بلاي ستيشن هيحطوا كام لعيب كده وخلاص يكسبوا اي ماتش. فلا النهارده بقى اللعيبه يعني يبقى عندها دم وتدافع عن اسمها وتدافع عن يعني اسم وتاريخ وقيمه النادي الاهلي. فلا الصراحه الواحد كان فخور ان يعني بينتمي وبيشجع الفريق النادي الاهلي. فلا الصراحه اللعيبه يعني عبرت عن نفسها وقدرت توري الناس كلها ان هو ده بطل افريقيا، وهو ده اللي تسع مره يشارك في كاس العالم للانديه، ودي سادس مره الحمد لله نتاهل لنصف نهائي كاس العالم للانديه. فمباراه للتاريخ من النادي الاهلي، ويكشف الفوائد الثلاثه للطعميه. اول فايده للطعميه انها مش لازم تبقى غاليه عشان تعرف تشبعك. تاني فايده الفطار الطعميه عندنا ده بتسمى فطار الرجاله عندنا في مصر. اما تالت فايده بقى للطعميه انها بتجيب حمو وحرقان للي مش متعود عليها. فالنهارده النادي الاهلي يعني يلقن الاتحاد السعودي درس في كره القدم، ويعرفه ازاي انه يعرف يلعب ماتش كبير. كلهم قالوا اوكلاند سيتي تاكل 3-0 في 11 دقيقه، بس النادي الاهلي غير. النهارده يعني تحيه كبيره جدا لكولر الصراحه، اللي انا شايفه من نجوم الماتش النهارده ان هو ذاكر كويس جدا نادي الاتحاد السعودي، قفل عليهم مفاتيح لعبهم خالص وعمل ستاره زي ما كنا بنقول ان هو لازم نعمل ستاره في نص الملعب. عمل ستاره. النهارده بنشوف كوكا يعني اللي كان مفاجاه التشكيل النهارده. كل الناس بتقول ازاي يلعب على ديانج، لو انت بتقول كوكا يلعب ازاي على ديانج تعالى بص كوكا كان بيتحرك ازاي. كوكا كان بيقفل اهم مناطق خطوره نادي الاتحاد السعودي، المساحه اللي ما بين علي معلول وما بين عبد المنعم دايما كنت هتلاقيه هو اللي بيغطي المساحه دي، وامام عاشور بيغطي المساحه التانيه على طول اللي ما بين هاني وما بين ياسر ابراهيم. النهارده الصراحه الفريق كله بيقدم مباراه عالميه جدا، وعايزين بقى نشيد بكوكا النهارده ان هو يعني اول مره يشارك اساسي في كاس العالم للانديه في وسط مين بقى في نص الملعب يا جماعه، في وسط عتاوله ونجوم كره عالميه، ان كان كانتي ولا ان كان فابينيو. والصراحه فيصل الغامدي يعني لعيب عنده 22 سنه سعودي، صراحه يترفع له القبعه، لعيب تقيل قوي وهيبقى مستقبل المنتخب السعودي. فلا لعيب عالمي والكواليتي بتاعته حلوه جدا. فالراجل ده جاي وجاي بقوه، يعني ما كانش يحترف بقى في اوروبا كمان. فلا لعيب عالمي قوي الصراحه، وعجبني اداؤه قوي النهارده. بس يجي فين بقى في وسط عتاوله النادي الاهلي النهارده؟ لا يعني اداء عالمي من الفريق كله الصراحه. من اول محمد الشناوي نجم المباراه الاول من وجهه نظري انه كان بطل اهم اللقطات اللي يعني اللي اثرت في سيناريو الماتش، ان كان في الدقيقه العاشره لما صد الكره بتاعت رومارينيو، والبينالتي اللي صده كمان، وفي كوره كمان اللي عدت من ما بين رجله وجت في العارضه ومسكها. فكل الكلام ده كانت لحظات مؤثره في سيناريو الماتش. فلا الصراحه تحيه لكابتن النادي الاهلي محمد الشناوي اللي قدر يعبر عن نفسه النهارده ويوري للناس ان النادي الاهلي غير يا جماعه. لا الصراحه الفريق كله يترفع له القبعه النهارده، وخليك انت معانا بقى النهارده هتطولي شويه. فلا الفريق كله النهارده الصراحه من بدايه من محمد الشناوي، علي معلول النهارده ومباراه يعني بيراجع يعني بيفكرنا بعلي معلول بتاع زمان. النهارده ياسر ابراهيم ومحمد عبد المنعم يعني زيرو اخطاء الصراحه، وكان في تفاهم كبير جدا ما بينهم. والاول مره بقى من فتره بنحس ان اللعيبه متكاتفه، محدش بيزعق لحد، كله يعني بيشجع التاني. النهارده محمد هاني بقى واداء عالمي زي ما متعودين احنا دايما محمد هاني بيفوق في كاس العالم للانديه، بس النهارده بنشوف نسخه من محمد هاني بقى مختلفه تماما، حسسني بقى انه زمبروتا النهارده الصراحه. فلا النهارده يعني اداء عالمي من محمد هاني، كان قافل لهم جبهه رومارينيو، والجبهه اللي كان بيزيد فيها كمان كورونادو الباك الشمال بتاعهم، طبعا يعني لعيب مزعج جدا اللي ما قدرش يستحمل ضغط النادي الاهلي والسبرنتات اللي كان واخدها رايح جاي، عشان الاهلي دايما احنا قلنا لعب على نقطه الضعف، ودي اللي بنشيد بيها من كولر ان لعب في ظهر الباكين بتاعهم اللي على طول طايرين. فالراجل يعني ما استحملش جري سبرنتات رايح جاي 45 دقيقه. يعني بيرسي تاو ارهقه جدا الصراحه الشوط الاول، وطلع ما بين الشوطين لانه كان نقطه ضعف واضحه، مع انه لعيب كويس وجامد وكل حاجه، بس كانت بالنسبه لنا احنا نقطه ضعف قويه جدا ان احنا قدرنا نلعب على ظهره. يعني احنا ياما بقى قلنا الناس دايما بتلعب في ظهر علي معلول في ظهر علي معلول، فادينا بقى بنشرب الناس من نفس الكاس. فلا النهارده الصراحه يعني اداء عالمي من الفريق كله. نروح بقى لخط النص النهارده، مروان عطيه وبيأدي اداء خرافي النهارده خد اهو جايزه رجل المباراه، بس الصراحه انا كنت شايف انها تروح لمحمد الشناوي، بس يعني مش مهم اهو دي خدها مروان عطيه ان شاء الله يعني ترفع من روحه المعنويه شويه. النهارده رجع لادائه كويس، كان في نص الملعب الصراحه النهارده الاهلي لعب احسن وقفه ليه يعني في نص الملعب. النهارده بنشوف النهارده الاهلي قافل كل الباسنج لينز للاتحاد السعودي. النهارده كريم
كريم بنزيما ورومارينيو كانش عارفين يوصل لهم كور خالص، يعني بسبب وقفه النادي الاهلي. كل البيلد اب مش عارفين يوصلوه للمنطقه الخطره اللي قدام ال 18. النهارده شفناهم في كورتين ثلاثه بس طول الماتش، وهم هجومهم يعني جبار الصراحه. فلا ان انت تقدر يعني تحجم الفريق يعني بحجم الفريق الاتحاد السعودي الصراحه بالذات في الهجوم، فبالطريقه دي عشان كده بنشيد بكولر انه شكله كان مذاكر جدا ومركز النهارده حلو جدا. وامام عاشور النهارده هو بنشوف اداء يعني الى حد ما النهارده كان تحسه كان مخضوض شويه، اول مره يبقى في محفل دولي كبير كده طبعا امام عاشور، فيعني كان متلخبط. بس قبل ما يجيب الجون وبعد ما جاب الجون لعب احسن بكتير. ونشوف النهارده الهدف الثالث واسيست من كهربا النهارده بقى اللي بيتقمص دور فيرمينيو مع ليفربول في عزه، يعني ان هو دايما هو اللي بيسقط وبيوزع الكور. فلا النهارده كمان كهربا باتنين اسيست النهارده، يعني ان كان جون حسين الشحات استلمها وبصيها له، حسين الشحات طبعا بقى حطها ولا تييري هنري. فلا يعني النهارده النادي الاهلي الصراحه كله كان فايق، وحسين الشحات النهارده قدم مباراه يعني كبيره جدا. هو وبيرسي تاو صراحه يعني ازعجوا دفاعات الاتحاد السعودي بشكل كبير جدا في ظهر الباكين زي ما قلنا، وكانوا بيعملوا كات انسايد كمان. فلا الصراحه النهارده الاهلي عرف يلعب الجيم صح جدا، كولر قدر يذاكر الفرقه كويس وقدر ينفذ اللي هو كان عايز يعمله. واللعيبه كمان يعني النهارده كانت رجاله الصراحه، وروح الفانيلا الحمراء رجعت لهم تاني، بدل بقى اللي شفناه الفتره اللي فاتت دي خالص نمسحه باستيكه كده بالاداء اللي عملوه. ويعني بيقصي الاتحاد السعودي في وسط جده في وسط جماهيره اللي سابته ومشيت من الملعب بعد الدقيقه 65 لما دخل الجون الثالث. والنهارده بقى بنشوف يعني اسرع مشاركه لعيب في التاريخ، مودست ما نزلش 3 4 دقايق على بعض واتطرد، فنقدر نقول له باي باي يا عم مودست، كفايه عليك كده قوي مع النادي الاهلي. فلا النهارده يعني النادي الاهلي يرفع راس كل مصري. المفروض يعني ان يعني الواحد صراحه اول ما شاف تيشيرت الزمالك في وسط الاتحاد السعودي انا تفائلت، لان انا كل ما بشوف تيشيرت الزمالك في وسط جماهير المنافس بتفائل. والنهارده برضه تفائلت لما شناوي كسب القرعه وقال لهم انا هبتدي على الشمال، دايما احنا بنحب نبتدي على الشمال. فكل الحاجات دي انا بتفائل بيها قبل الماتش. واللي تفائلت بيه طبعا الاعلام السعودي بقى والهيصه اللي كنا عاملينها على فريق الاتحاد السعودي، يقول لك هاتوا لي الطعميه، واللي يقول له لا انا اهلاوي ما تحفلوش عليا بعد الماتش، اخر ماتش كسبتونا من لما ساعه الكوره كانت الكوره الجبس. فلا دي النادي الاهلي بيرد، والنادي الاهلي دايما بيحب يحط الحاجات دي قدامه ويثبت عكسها. فاللعيبه النهارده اثبتت انهم رجاله وقد الموقف ودافعوا عن اسم وتيشيرت النادي الاهلي. فتحيه لكل اللعيبه النهارده الصراحه، رجاله 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 شرفتونا. الواحد يعني فعلا فخور انه اهلاوي انه بيتفرج على فرقه يعني بتعمل النتائج دي يعني في المحافل الدوليه كلها. فلا الصراحه النهارده النادي الاهلي شرفنا، وننتظر بقى ان شاء الله يوم الاثنين هنعمل ايه مع فلومينيسي البرازيلي، يعني مباراه بقى للتاريخ ان شاء الله، ان احنا لو حاولنا نكسب هتبقى اول مره نطلع للفاينل. فكلنا منتظرين النادي الاهلي، وبالتوفيق يا رجاله شرفتونا النهارده ومستنيين تشرفونا اكتر الفتره الجايه. فلو عجبك الفيديو يا ريت تنزل تدوس لايك وتعمل سبسكرايب وتفعل زر الجرس. سلام.